انا جاي النهارده اكلمكم عن السحر بتاع الدايت. اول ما بتنوي من جواك ان انت هتعمل دايت، فجأة بتلاقي السفرة اللي قدامك بقى فيها مكرونة بشاميل، بقى فيها ورق عنب، بقى فيها جلاش. كل ما هو بعيد عن الدايت اللي ما بيتعملش في اليوم العادي بيتعمل في اليوم اللي انت هتنوي فيه الدايت. تاني سحر، انت لما بتيجي تخش الجيم تبص في المراية في الايام العادية لو هتسلم على حد من صحابك، فبتلاقي نفسك انسان طبيعي. اول ما بتبدأ الدايت تبص لنفسك في المراية، تلاقي نفسك البيج رامي. تروح البيت تلاقي نفسك بطل رياضة السومو. تالت سحر معانا، ان انت في الايام العادية لو انت رايح توزن بتلاقي نفسك عادي بتخس في الايام العادية. اول ما تبدأ دايت بعد اول اسبوع تلاقي نفسك زائد 3 كيلو. سبحان الله. رابع سحر، ان انت هتبدأ تتواصل مع الحاجات اللي هي ما بتتكلمش، الجماد. اول ما هتخش هتلاقي مثلا التلاجة بتبصلك، تفتح التلاجة تلاقي المربى بتغمز لك. هتمسك نفسك عن كل ده وهتروح جاي اخد الخضار وتخش المطبخ. هتعمل السحر الخامس. السحر الخامس ان انت هتقطع الطماطم وهتقطع الخيار وهتقطع الفلفل عشان تعمل سلطة. بعد 10 دقايق هتلاقيها طالعة من الفرن بيتزا مارجريتا. دي 5 انواع من السحر، خلي بالكم منها.